الوقت الذي تشهد فيه هذه المنطقة ندرة كبيرة في قوارير الغاز التي يستعملها السكان للتدفئة. طوابير من المواطنين وصفوف من قوارير الغاز في مشهد يتكرر منذ أيام أمام إحدى المستودعات الخاصة بتوزيع الغاز بمدينة الكاف، وهو ما ولد تململا كبيرا لدى المواطنين، خاصة مع برودة الطقس التي تجعل الإقبال على استهلاك الغاز للتدفئة يتزايد. الغاز مقطوع من نهار السبت صارت، والغاز مادة أساسية للطبخ والتدفئة، يعني في حسب خاصة الكيف جهة باردة والثلوج موجودة. هذه المادة لابد من توفر من نهار السبت، نصف نهار ما فماش دبوزة غاز. يعني العباد عندها صغيرات باش تسخن حليب، باش تسخن ديارها، باش ما لقيتش كيفاش. والغاز راهو غلا، وصلوا لنا من جنوار 17 دينار و 15 دينار. النقص الحاد في مادة الغاز ولد الحيرة لدى الأهالي، خاصة مع ما تشهد عديد السلع الأساسية من نقص، لما جعل السوق السوداء تنشط بكثافة في ظل ما اعتبره الأهالي غياب المراقبة الاقتصادية والمبالاة السلطات الجهوية. كل مواطنين فما جاز، اللهم صل على النبي، قاعدين يخدموا ليل ونهار، قاعدين نجيبوا بالجاز، شوية سبب بس، كل عباد كل تاخذ جاز ويحاول لا باس، معمل في البنزار، يخدم معمل فيه، راتب معمل فيه، جابس، فهمتي هذا شوية قاعدين. الإدارة الجهوية للتجارة بالكاف أكدت أن هذا النقص في مادة الغاز لا يقتصر على ولاية الكاف فحسب، بل يشمل مختلف أنحاء البلاد، وذلك بسبب الإضرابات والاعتصامات التي تتزامن مع برودة الطقس وارتفاع الاستهلاك. إشكاليات موجودة نتيجة الإضرابات اللي توجدت على مستوى جابس. أمور فيه يعني مهنات شيء نهارين أخرين، أن الإشكاليات هذه كلها تتفرع تولي ما عادش موجودة، خاصة بالنسبة للجابس. معناها الإضراب حل واحد ذكاء ولا معناها نجم نشوف كميات خلينا حق الواد هو شر الإضراب. وفي انتظار إيجاد الحلول الجذرية لتحقيق الاستقرار في الأسواق من حيث التزويد والأسعار، تظل هواجس الحيرة والقلق ترتبط بالمواطن في هذه الربوع.